مساء الخير، أنا المرشدة السياحية ودي قناة هيستوري ستوري. أول مرة تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة. والنهاردة هنتكلم عن فيلم نادر جدا وهو عايدة. تم عرضه المرة الأولى يوم 11 فبراير 1942. مدة عرضه 93 دقيقة، يعني ساعة ونص. الفيلم من إخراج أحمد بدرخان، تأليف عبد الوارث عصر. طاقم العمل: أم كلثوم، إبراهيم حمودة، سليمان نجيب، عباس فارس، عبد الوارث عصر، محمود رضا، عبد الرحمن حمدي، محمد الكحلاوي، حسن أبو زيد، فؤاد الرشيدي، منسي فهمي، نجوى سالم. والفيلم بيتكلم على راجل غلبان كان بيشتغل في أرض واحد من البشوات الكبار. الراجل ده كان معاه بنت واحدة وهي اسمها عايدة، فبيسيب بلده وبيروح يقعد في الأرض بتاعة الراجل الكبير ده. الراجل ده كان عنده بنت وولد، سامي وسوريا. سامي كان بيحب المزيكا جدا وأبوه كان رافض إن هو يتعلم المزيكا، وبنته كانت شخصية غلبانة قوي، كانت في سن عايدة. فسوريا وعايدة اتصاحبوا على بعض، والباشا قرر إن هو يقعدهم. وفي يوم من الأيام واحد من اللي شغالين في الأرض سرقوا الباشا، فاضطر الراجل اللي هو أبو عايدة اللي هو محمد أفندي يقف له، فموته. ومات محمد أفندي وهو بيدافع عن أرض الباشا. فالباشا قرر إن هو يقف مع عايدة ويساعدها ويربيها، وكمل تربيته للنهاية. وفي الآخر عايدة شجعت سامي انه يدخل كلية الآداب وما يخشش معهد الموسيقى العربية، وهي دخلت معهد الموسيقى. فنشأت قصة حب ما بين سامي وما بين عايدة، بس من طرف واحد وهو سامي. هي ما حبتوش، ولكن قرر ان هو يصارحها بحبه ويتجوزها. وابوه رفض الفكرة ان دي بنت غلبانة، ازاي انا ابن البشوات والبهوات يتجوزها. فحصل خلافات ما بينهم، فهي قررت ان هي تحل الاشكال ده وتقول للباشا يا ريت تخليني في الفرقة، في دخلي، مجيش تاني ولا قعدت بالعزبة دي. فوافق وبقت فعلا في دخلي. عدت الايام وكان في حفلة جامدة جدا كبيرة قوي، وكان اللي بيغني فيها ناس كتير جدا، والباشا كان قاعد. وفوجئ في اخر الحفلة اني اللي بيقدم الحفلة ابراهيم حمودة اللي هو سامي ابنه، وام كلثوم اللي هي عايدة. واعجب جدا باصواتهم، وكان حاجة غريبة جدا ازاي انا ابني يبقى مشخصاتي ويطلع يشخص للناس. حتى المغني كان مشخصاتي في الوقت ده، كان ايوه. وحصلت خلافات ما بينهم، وفي الاخر كان عاوز يجوزهم هما الاتنين، ولكن حصلت حاجة غريبة. نقف في عند قصة سامي وعايدة في الحتة دي. قدامنا قصة تانية وهي سوريا اللي قلنا البنت الغلبانة اللي كانت صاحبة عايدة اللي هي بنت الباشا. حبت دكتور اسمه الدكتور ده اللي هو عبد الرحمن حمدي، اللي هو التوأم بتاع عماد حمدي، اللي هو الدكتور عبد السلام. وهو محبهاش، ولدرجة ان هي كانت عايزة تتجوزه، ولكن ابوها رفض. برضو نفس الفكرة، بشوات وبهوات وازاي ومش ازاي. ففي اخر الحفلة كان قدامه محل من الاتنين، انه يجوز بنته للدكتور ده الغلبان، ويجوز ابنه للبنت اللي ابوها ضحى بحياته علشان يرجع له حقه. ولكن حصلت حاجة غريبة أنهت هذه الموضوع. بعد ما وافق على الجوازات، قرر الدكتور عبد السلام يقول الحقيقة، ويقول إن هو محبش بنته سوريا، ولكن حب عايدة الغلبانة دي، وإن الاتنين
من طوب بعض، وهو قرر ان هو يتجوزها. واكتشفنا ان عايدة كانت بتحب الدكتور طول الفيلم بس مش قادرة تتكلم. وانتهى الفيلم بجواز عبد السلام من عايدة، وكان فيلم حلو جدا. والباشا رجع بولاده، محدش فيهم اتجوز، وكانت كسرة قلب ما بينهم هما الاتنين. الفيلم ده الفيلم الوحيد اللي مثله عبد الرحمن حمدي، الله يرحمه ويرحم عماد حمدي. والفيلم ده بعد ما اتمثل وهو بيتعرض فالناس ما عرفتش ان ده اخوه، لان نفس الصوت ونفس الشكل. ولو اتفرجتوا على الفيلم على اليوتيوب لا يمكن ان تتخيلوا ان ده مش عماد حمدي، لان سبحان الله لا يمكن تفرقوهم من بعض. فالله يرحمه ويرحم الجميع. وشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، وتكتب لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي انت نفسك تسمع عنها او شفتها مرة واحدة وبعد كده اتشالت من على اليوتيوب او ما اتعرضتش تاني في التلفزيون. فشكرا جدا، وسلام عليكم.